إنها زوجة شقيق فضل شاكر تعيش منذ وقوع أحداث صيدا مع ابنتها بعد أن قضى ابنها وألقي القبض على أبنائها الثلاثة الآخرين وبعد أن فقدت الاتصال بزوجها. وفاتوا كل شيء 20 واحد، مش بس واحد واثنين. بولوا بالبيت، كسروا لي كل بيتي، ما ضل شيء، سرقوا لي 20,000 دولار. آخر اتصال بيني وبين جوزي على المغرب، اتصلت فيه قال لي ادعي لنا نحن عم نموت وديري بالك على الاولاد. هالكلمة قال لي اخر كلمة. يعني بجوز حطمونا هدمونا، ما عادش. أولادك ما عارفة مصيرهم؟ ما عارفة مصير أولادي. طب أولادك هن كانوا عم بيحاربوا ولا لا؟ لا ابني الصغير ما بفوت على الجامع، لا ابني يضربوه يقولوا له أنت عمك فضل. طب أنا شو خصني بعمي مثلا؟ هنا في عبرة وتحديدا في محيط مسجد بلال بالرباح رفع الركام وأعيد تنظيف الشوارع، وداخل هذه المباني حكايات ومعاناة. نحن مع الجيش مش ضد الجيش، بس حطوه مواجهة، استدرجوه وعملوا هيك. انه الحزب طلع معنا واحد مدني جاسوس للحزب، ركض معنا من هون ونحن مش عارفين، بيقول لنا شو في قدام الجامع، قلنا له ليش طلعنا؟ قال في مسلحين، قلنا له ما شفنا شيء. ضل يركض معنا لصلنا عند المحطة بيعيط لواحد من الحزب، بيقول له البناية اللي فيها صيدلية طالب في 4 مسلحين قدامنا نحن لحتى يقصف. بيجوا بيقولوا لي الجيش هن واقفين على جنب، بس طلعنا من بيوتنا قالوا لنا ما تخافوا انتم بعهدة الحزب، هيك قالوا لنا. واحد لابس جيشي نفس الشيء وحاطط اشاره صفراء على كتفه. كل رصاص اجى من الشقه باتجاه البنايه هيدي اللي نحن ساكنين فيها. كانت يعني انحكى انه هي تابعه للحزب؟ ايه. انا مواطن صيداوي، تخريب ممنهج من حزب الله. شو لازم يعمل؟ مين؟ بدي يشوف بعينتين، مش يشوف بعين وحده، يفوت على مناطق وتواجد حزب الله يعمل هيك. يفوتوا يحطوا مي ويوزعوا لبعض ويقول له ابو تيمور ابو ربيع الاجهزه وفلان وقلتين. المسروق، الذهب، اللابتوبات مسروقه، الساعات مسروقه، محممين وعاملين قهوه وسارقين البيت فوقها. مفقود عملات نادره، مفقود صندوق الذهب فاضي، هي مفقود مسابح لؤلؤ. وفي شارع عبرة العام خصص مكتب مراجعات لمتضرري الأحداث الأخيرة. من خلال التعلين وطالع حيكون عندنا مسح على الارض، ناخذ صوره الهويه، صوره سند البيت، صوره الاضرار المبدئيه اللي هن مصورينها على تليفوناتهم. التعويضات على الأضرار والتحقيق الشفاف بما جرى أبرز مطالب أهالي صيدا الجريحة.